نقوع، طرشانة، لو مشمش، يابش، حياكم شيف مها وياكم. اليوم راح نسوي عصير النقوع أو المشمش، شو تسموه انتو؟ كتبولي بالتعليقات. رمضان كريم عليكم. بالبداية عندي مشمش مجفف، غسلوه كلش زين، تخلصوا من كل الشوائب، نقعوه تقريبا 5 ساعات. شوفوا هنا بعد ما تنقع حجم ماله ازداد وصار كلش طري، يعني سهل انه نقدر نضربه بالخلاط او البلندر. اضيف عليه كمية مي واضربه بالبلندر، اي جهاز متوفر عندكم تقدرون تستخدمونه. اوكي، بعد ما ضربته بهذا الشكل راح اصفيه مرتين، مرة واحدة راح اصفيه هيجي، والبث اللي يبقى راح اضيف عليه كمية مي، وهمين راح اصفيه مرة الاخ. بعد ما صفيته مرتين صار بهذا الشكل، واضيف عليه شكر الكمية اللي يعجبكم، واذا تحبوا ما تضيفون هم اعتيادي يصير. اكيد الاساسي بالعصار هو الثلج. اخلطه كلش زين، بعدها اخليه بالثلاجة. هنا طبعا ضفته بالقلاص. وعصير النقوع لازم بارد ينشرب، بارد يكون كلش طيب. بالعافية على يسويها. اريد تعليق حلو مثلكم، لايك ومتابعة، وباي باي. انتظروني بوصفات جاية.